9 فنانين أدمنوا التاتو، حد منهم تحدى ربنا بيه. أحمد فهمي سفاح الجيزة، واللي من الواضح إنه مش سفاح بني آدمين وبس، لكنه كمان سفاح تاتو. بدأت حكايته مع التاتو لما قرر إنه يرسم راس كلب كبيرة على كتفه، وده حصل بعد ما كلبه مات عشان يخرج من حالة الاكتئاب واللي استمر فيها لمدة 2 شهور بعد وفاة كلبه. ولكنه بعد فترة قضى على عملية عشان يزيل التاتو ده، بس شكله حب الموضوع، عشان كده قرر إنه يحط تاتو تاني على جسمه، بس المرة دي مش صورة، دي كتابة. ولأن قلبه متعلق قوي بالحيوانات، كتب على إيده تاتو معناه إن أكتر ناس ممكن تتعلم منهم الإنسانية مش شرط يبقوا بني آدمين. أحمد سعد واللي اختياراته مدمرة حياته، بدأت حكايته مع التاتو لما نشر صورة ليه وهو بيؤدي مناسك العمرة بتاتو أو وشم على دراعه. ولأنه كان في الأراضي المقدسة، الموضوع معداش بالساهل، لدرجة إن الناس هجمته وطلبته بإنه يشيل التاتو ده من على دراعه. والموضوع مخلصش هنا، ومنتهاش بهجوم الناس ضد أحمد سعد على السوشيال ميديا، ده وصل لبرامج التوك شو وتم استضافة رجال دين عشان يقولوا رأيهم في الموضوع، واللي كلهم أجمعوا إن اللي عمله أحمد سعد ده مش شرعي ومن الكبائر كمان. بس أحمد ما سكتش ودافع عن نفسه في تصريحات صحفية قال فيها إنه عمل التاتو ده عشان يخفي أثار عملية جراحية قديمة. أحمد الفيشاوي، لو قلنا على فنان عربي ياخد الأوسكار في عدد التاتوهات اللي مرسومة على جسمه، أحمد الفيشاوي هيكسب بدون منافس وهياخد اللقب بجدارة. ده تقريبا جسمه من كتر التاتوهات اللي مرسومة عليها وصل لمرحلة إننا ما بقيناش شايفين لون جلده الحقيقي. أحمد بيقول أول تاتو رسمته كان في رجلي، وبعدين الموضوع تطور وتحول لإدمان، وأنا بستمتع برسم التاتو. ده يكاد يكون استمتاعي برسم التاتو على جسمي أشبه بمرض نفسي تقريبا. أنا بحب التاتو ومش همسح حاجة منهم. منى شلبي أول تاتو رسمته منى على جسمها كانت في سنة 2012، وتحديدا أثناء فعاليات مهرجان كان السينمائي واللي شاركت فيه فيلم بعد الموقع. التاتو ده كان على كتفها اليمين وعلى شكل كريستين جنب بعض. أما بقى عن التاتو اللي أثار الجدل وعمل أزمة كبيرة، فكان تاتو كتبته على جسمها باسم الله. وقتها تعرضت منى لهجوم شديد بسبب وجود كلمة الله على إيدها، ده غير إنها كانت لابسة فستان مكشوف. ومنى ردت وقالت إنها كتبت الله عشان تحمي نفسها. غادة عبد الرازق زي ما اتشهرت بجوازاتها، اتشهرت بحبها وحرصها على رسم التاتو على جسمها. بس غادة مختلفة ومميزة في كل حاجة بتعملها في حياتها، عشان كده لما قررت انها تدخل سكة التاتو ما حبتش تكتر، واختارت الرقة والبساطة، واكتفت انها تكتب على ايديها كلمة فيما معناها بالعربي الإيمان. عمرو دياب مش مجرد حالة فريدة في الغنى، لأ، ده كمان حالة فريدة حتى في اختيار كل تاتو بيرسمه على جسمه. فكل رسمة بيختارها بتعبر عن مدى رقي ذوقه واختياراته. عمرو بيختار رسومات التاتو بحذر شديد، وبيبعد عن الرسومات الكبيرة والملونة وثلاثية الأبعاد، وبيختارهم كلهم باللون الأسود، ده غير اختياراته البسيطة والمعبرة عن جزء مهم في شخصيته، وهي رغبته في اختيار رسومات بأسماء الناس المقربين لقلبه زي أسامي أولاده. فرسم عمرو دياب تاتو باسم ابنه عبد الله على كتفه. دنيا مسعود في سنة 2015 نشرت دنيا مسعود صورة ليها ظهر فيها تاتو مثير للجدل بعنوان في خصومة مع الله. التاتو ده نقدر نقول عليه انه جنن الناس على السوشيال ميديا، لدرجة ان الناس اتهمتها بالإلحاد بعد نشرها لصورة التاتو ده. هيفاء وهبي ملكة الأنوثة لما قررت انها ترسم تاتو لأول مرة، عملت تاتو الوردة على رجلها، وهو من اكتر التاتوهات اللي اثارت الجدل، خصوصا بعد ظهورها في فيلم حلاوة روح. تاني تاتو رسمته هو عين حزينة بينزل منها دموع، وكانت العين دي على كتفها اليمين. هيفاء قالت تغير شوية فرسمت تالت تاتو باسمها. ولما قررت انها ترسم تاتو للمرة الرابعة على ايدها، اختارت جزء من قصيدة نزار قباني واللي بتقول: فإذا وقفت أمام حسنك صمتا فالصمت في حرم الجمال جمال. تامر بالرغم من انه رسم على جسمه حوالي 5 تاتوهات، إلا انه قال ان هو مش خايف يموت بيهم وما يهمهوش يتشالوا عند وفاته، لأنه مؤمن إن ربنا أكبر من الحاجات الصغيرة دي ومش هيفرق معاه تاتو. تامر مقتنع إن الشخص لو أفعاله كويسة في الدنيا هتكون نهايته صالحة، والعكس صحيح. الحكاية مش حكاية تاتو، لأن تامر شايف إن الحكاية مش حكاية تاتو وخلاص، عشان كده بيصلي بالتاتو وهو مش خايف من ربنا.